الذي بلغنا رمضان وأكرمنا بصيامه وقيامه، فله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة رويبي مريم من قسم التميز لأكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن. لطيفتنا لآخر يوم من شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والغفران، شهر النور والرحمات، بعنوان رمضان يرحل، فهل ترحل معه الطاعات؟ أما بعد، ها هو رمضان يطوي آخر صفحاته، يودعنا كما يودع الحبيب حبيبه. كم أسر قلوبنا بروحانيته، كم تلذذنا في لياليه بدموع الخشوع، وكم أنست قلوبنا بالقرب من الله. ولكن السؤال الآن، هل نعبد الله في رمضان فقط، أم سنثبت على العبادة بعده؟ يا أحبة، إن الطاعة التي تلذذنا بها في رمضان ليست عبادة موسمية، بل هي زاد الطريق، هي النور التي يضيء لنا درب الحياة. فمن كان صادقا في رمضان فليثبت بعد رمضان. رمضان كان مدرسة لنا، تعلمنا فيها حب الطاعات والعبادات، تدربنا فيها على الصبر والإخلاص وجهاد النفس. وها قد جاء وقت الامتحان، هل سنحافظ على الصلاة في وقتها؟ هل سنبقى نأنس بالقرآن ونرتله في أسحارنا؟ هل ستظل ألسنتنا رطبة بالذكر والدعاء؟ وهل 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 وغيرها من هل. إن من علامات قبول الطاعة أن يوفقك الله بعدها لطاعة أخرى. فإن كنت بعد رمضان تحافظ على ما كنت عليه فيه، فاعلم أن الله قد أحب عملك وبارك فيه، فيا لحظك. لذلك لا يكن حظنا من رمضان أيام معدودات ثم نعود إلى التقصير والغفلات، بل لنجعل من رمضان بداية انطلاق لا محطة استراحة. وختاما أقول: ختم الله صيامكم بالقبول، وأسكنكم الجنة مع الرسول، وجعل عيدكم بهجة وفرحة وابتسامة لا تزول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.